بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة النهاردة الجمعة، وبمناسبة إن الحلقة إن شاء الله بمجرد إنك تشوف الفيديو ده معناه إن الحلقة الرابعة نزلت على اليوتيوب كاملة. وفي الحقيقة الحلقة دي بالذات أنا بتكلم عليها إزاي أنا اتعلمت الألماني، وإزاي إن تعلم الألماني مع إنه رغم إن هو كان صعب في الأول وما زال صعب، إلا إنه هو كان الدفعة الأساسية في إن أنا أتعلم ألماني أكتر وأطور في نفسي أكتر. وهحكي فيه تجربتي إيه اللي شجعني فيه أكتر عن طريق الانترفيو اللي حصل في الأول، وجزء بقى انا هتكلم فيه برضو المعايير اللي انا استخدمتها ساعتها وازاي اخدت قرار السفر اللي له علاقه بما يتعلق باللغه الالمانيه والتحديات وانا لسه طالب وانا لسه في الامتياز. وفي موقف كوميدي حصل برضو ان شاء الله هحكيه، هيكون موجود في الفيديو. بيتكلم عن ان انا اتعلمت الماني عن طريق حد مصري مش حد سوري، لان كان معايا الحد السوري ده بالنسبه لي كان كويس جدا، بس كنت للاسف لازم اضطر اتعلم اللهجه السوريه، لان كنت ساعتها ما كنتش بفهمها كويس من الاول، ما كنتش بستوعبها، فكنت لازم اتعلمها. فده كان بالنسبه لي هيضيع لي وقت في تعلم اللغه الالمانيه. فقررت ان اتعلم مع حد مصري، وهحكي كل التفاصيل ان شاء الله. فانت لو عندك اهتمام بان انا في الجزء اللي انا هتعلم فيه الالماني هتكلم عليه ان انا اتعلمت الماني ازاي، فانت لو عندك اهتمام بحاجه زي كده فممكن ان شاء الله ربنا يكرمك وتشوف الفيديو كامل ان شاء الله على اليوتيوب. هتلاقي الحلقه في لينك الحلقه تحت على لينك لو انت بتشوف على الفيسبوك او الانستجرام او على اليوتيوب في الشورتس. لو انت بتشوف في التيك توك هتلاقي ان شاء الله برضو الحلقه لو الكومنت، فمتقلقش. فنشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد.